ملي تانستالا وتدور بيك السكات عفت على ديك بلاي. نبداو. الا رجعنا لبشرى غادي نلقاو اني كنت فرحان بزاف نهار الجمعة 14 سبتمبر. اول حاجه درت ملي فقت الصباح هي عيطت لديفيد في المحل وقلت ليه، كان هو اللي جاوبني. قلت ليه ما غنقدرش نجي اليوم ديفيد حيت خصني نقاد شي وراق ديال الجامعه. قال لي بالفرحات عليه. اوكي. ديك الوقيته كانت دازت شهر على فاش كنت بديت كنجمع الوراق من جديد يجيوني من المغرب باش نعاود نفع الدوسي ديالي لشي جامعه هنا في نيويورك، عوض الجامعه اللي كنت مسجل فيها في اوكلاهوما واللي على اساسها عطاوني الفيزا. في ميريكان الا خديتي الفيزا باش تمشي تقرا في ولايه فيرجينيا خصهم يلقاوك في فيرجينيا، وإلا لقاوك في نيويورك مثلا غيعتبروك حارق. التواجد ديالي في نيويورك كان غير قانوني، واخا الفيزا ديالي صالحه كتبين لي اوكلاهوما، اذا خص روايدي ما يدوروش في نيويورك. قبل هجمات 11 سبتمبر في شهر غشت كنت بديت كنمشي لمختلف الجامعات في نيويورك، وركزت على هونتر كوليدج وسيتي كوليدج، وفي الاخير اختاريت هونتر كوليدج حيت قالوا انهم يقدروا يساعدوني باش ننقل الملف ديالي من الجامعه ديال ايدموند في اوكلاهوما لعندهم. كان خصني نتسنى شي وراق يجيو من المغرب، وكان الوقت كيتطلب شويه كان المساله كتطلب شويه ديال الوقت. وحتى انا ما كانش عندي وقت الفراغ بصراحه. شهر 8 واحد من الشهور المهمين تجاريا في ميريكان، وديفيد مستحيل يعطينا داك النهار، داك الاسبوع ولا دوك الاسابيع اللي كانوا في شهر 8 مستحيل يعطي شي واحد فينا ولو نهار واحد من غير الا تفاهمنا واكتفينا بالنهار واحد في 15 يوم ولا في 20 يوم. وبصراحه ما كانش مشكل لان كان بدا كيدير لنا الكوميسيون على كل صباط كنبيعوه، وانا كنت كنبيع مزيان كاين لاش نشد كونجي. المهم داك الصباح دوشت، تكسطرت مزيان، قصيت مع راسي، طلق شويه الموسيقى، شويه ويصوني التليفون. كانت 11 ديال الصباح وكنت بوحدي في الدار، دراري كاملين مشاو للخدمه. حسيت انا التليفون من عند بشرى، وبالفعل كانت بشرى. ناري ياك ما غتلغي الموعد؟ كريم خويا خرج، وحتى مرت خويا غادا تمشي تضرب دوره في نيو جيرسي عند شي صحاباتها مصريات. طلبات مني نمشي معاها ولكن ما بغيتش، انا من دابا واجده. شتي الخير ملي كيجي في دقه واحده. زدت لا دوز ديال الفرحه ديالي ولكن كونتروليت راسي وسولتها شنو كتقترحي. بقات ساكته حتى حسيت بمده الصمت طولات، ولكن شديت في سكاتي حتى انا حيت كنت عارفها متردده تقترح شي حاجه من صنف لا متوقع. شوف كريم، نقدروا ندوزو النهار كامل اونصومبل، وانا بصراحه قنطت وما عندي ما ندير من دابا. نقدر نكون واجده في نص ساعه ونخرج من الدار، نتغداو بجوج ونمشيو لمنهاتن حيت ما عمرني مشيت ل 42nd ستريت ولا سنترال بارك. او لا بلا ما تعذب راسك تجي انت تا لهنا، انا ندوز عليك في طريقي. قول لي غا شنو الترونسبور اللي نشد. كان قلبي كيضرب، وراكم عارفين لاش، بلا ما نبقى نشرح بزاف. 6 شهور زياده بلا وناسه بلا تا واحد. قلت ليها قدام محطة المترو كاين واحد الباص كيوقفوا فيه طوبيسات الكيو 55 اللي كيجيو من حدا الدار عندي، والكيو 56 اللي كيقلع من تما لجامايكا افنيو. انتي غتشدي الكيو 55 ووقفي في محطة فلاشين، غتلقيني واقف قدام السوبر مارشي. مع 12 هبطت حدا المحطة، وقفت قدام السوبر مارشي وما عرفتش علاش لقيت راسي راجع للدار كنجري. هزيت من فوق الطبلة وسط الدار البكية اللي خلاه هشام هاد الصباح، مارلبورو بيضة تسر الناظرين. رجعت حدا السوبر مارشي وشعلت كارو، وبقيت كنتأمل في المارة وعيني على الطوبيسات اللي كيوقفوا كل 7 دقايق.
ما كنتش عارف ان تما بدايه تقوليبه، واني من تما غنتبلا بمصيبه التدخين اللي باقي مستعبداني تل دابا. ما علينا. مع 12 و 22 دقيقه، بالدقيقه الطوبيس كان كيوقف في ميريكان. وقف الطوبيس ونزلت بشرى ما احلاها. بوتيو اللي شرات البارح من عندنا طالع حتى للركبه، ولي بات شفافين في الكحل فوقهم صايا، بينها وبين الركبه اكثر من 50 درهم ديال المركوب. بشرى كانت طويله تبارك الله، قصر مني بشويه. المهم فايته متر و70، ميني فونتر في الكحل، والجاكيطه قصيره بحال هادوك اللي كانت كتلبس مادونا الله يطول لها في العمر. الشعر زعر طويل ومبوكلي هابط فوق كتافها، وعينيها عسليين كيعكسوا الاشعه ديال الشمس اللي كتضرب فيها من ورا ظهري. هازه صاك صغير حتى هو كحل في نهار زوين بيض. سلمت عليا وبقينا واقفين، حيت اخر حاجه بقيت عاقل عليها ديك اللحظه قدام هاد الجمال هي فين غنمشيو. وما عرفتش علاش لقيت راسي كنقول ليها وانا كنشير للدار اللي في الشوكه ورا واحد الشانطي صغيور، هذيك هي الدار. وفلوندي تجاوب بلسانها، تحرك رجليها بحركه عفويه في اتجاه الدار، بحال الا فهمات اني قصدت انها انفيتاسيون نمشيو للدار ملي وريتها ليها. حسيت ان شي حاجه غلط في الموضوع وان هناك سوء فهم. وقبل ما نزبلها وانا غادي كنتمشى معاها باستسلام في اتجاه الدار، كانت هي قالت بدلع زوين، ثلاجه بعدا فيها الخضره واللحم ولا الدجاج ولا شي حاجه نخرجوا منها كامينه مغربيه اصيله. استسمح. دابا فهمت وتفكرت انها ملي كانت كتهضر قالت نتغداو ونمشيو لمنهاتن. قالت انها هي اللي غتجي عندي، وإلا جمعنا تجي عندي زائد نتغداو زائد نمشيو لمنهاتن، فهذا كيعني حاجه وحده، الغدا في الدار عندي. جواب رومانسي من نوع خاص عند المغاربه على وجه التحديد في ظل ازمه البرتوش في البلاد. ما كانش خصني ننسى انها مغربيه واخا ديما ناسي قضيه الزواج ديالها. مشينا للدار. خلينا ندخلو نتانستالاو وعاد نرجع نعاود لكم شنو طرا، حين دابا تيخصني نرجع معكم واحد شي شويه اللور. نرجع معكم ل 1999، عامين قبل ما نمشي لميريكان وعامين قبل هاد الاحداث اللي كنهضر عليهم. بالضبط شهر 7 كنت قربت ندير 22 عام. كنت يلا نجحت في السنة الثالثة شعبة اللغة الإنجليزية في جامعة بن طفيل في القنيطرة. نهار الجمعة 23 يوليوز كنت راجع من الرباط من بعد ما دوزت نهار مسارية مع صاحبي ولد حومتي سعيد اللي كيعيش مع دارهم في فرنسا، وكانوا كيجيو يدوزوا الصيف. وكريمة اللي كانت صاحبتي في ديك الوقيته. مع وصلت للقنيطرة بدات كتبان لي الصورة سوداوية، عدد كبير ديال بوليس وبومبية ومخزنية في كل بلاصة في كل شارع. كاع الحوانت والقهاوي تقريبا والريستورات كانوا سادين. الناس كتبان لي تالفة وما فاهمة والو، وفي كل بلاصة كندوز منها كنسمع القرآن. حتى انا ما فهمت والو حتى وصلت للحومة ديالنا، وتما وقفت عند العربي مول سناك اللي حدا الدار، واللي كان مهبط الريدو ديال المحل وواقف قدام الباب. وسولته اش واقع. قال لي علاش ما عندكمش تلفازه في داركم؟ هو عارف ان ما عندناش هو عارف ان عندنا تلفازه في الدار، ولكن هذا هو العربي كيضحك في شي مواقف ما غير مناسبه كاع. وقبل ما يكمل شدان المعتاد ديالو وروحو المريحه رجع جمع الضحكه وعينيه كيدوروا على في وسط راسو على اليمين وعلى اليسار. قال لي اسكت اخي كريم بلا ما نضحك. هاد المره بصح ضحكت. و وصحاب ليا غير كيكمل التفريه ديالو، وانا سمعو تيقول من نيتو المعلم مات. شنو؟ كان اول سؤال طاح في بالي هو
علاش الملوك كيموتوا؟ كان نورمال ان يتطرح بحال هذا السؤال في دماغي وفي دماغ بزاف د الناس ديك الوقيته، حيت سلطة الملك كقائد وحيد وأوحد كيملك كل السلط في يديه في ظل النظام بقبضة حديدية. سلطة الملك كزعيم كانت كتعطي واحد إحساس وهمي بخلود المعني بالأمر، وهادي كيحسوا بها جميع الشعوب ديال الأرض اللي كان عندهم حاكم من هذا النوع. كانوا الناس من كثرة الخوف والحذر من قولة كلمة واحدة في حق النظام، خوفا من أنه يتغبر بهذا المعنى، بهذه الكلمة، بهذا المصطلح، كما كان كيوقع ديك الايام. كانوا الناس من كثرة الخوف ما كيزعموش حتى يجبدوا سمية دريس البصري وزير الداخلية. وهذا الشيء علاش كانوا المغاربة كيهضروا في السياسة في الديور بشكل قليل بزاف، وغير مع الناس الكبار ديال الأسرة. بل صدق أو لا تصدق، إلا ما كنتيش عشتي هذه المرحلة، كنا كنخافوا نجبدوا دريس البصري الله يرحمه حتى في الديور، حتى في بيوت هاد الناس. الله يرحمه كان الرجل الأقوى في المملكة كلها. كانوا الكبار ما كيهضروش قدام الصغار على هاد المواضيع، حيت الدراري الصغار بالعفوية ديالهم ممكن يفرشوا الزمر كلشي. وهذا الشيء بلا ما نهضروا على ديك الفئة الكبيرة من الشعب اللي كانت كتبغي الملك بصح، وسواء تعلق الأمر بحب مبني على عقدة ستوكهولم ولا حب عادي على طريقة بوخارست ولا نواكشوط، ماشي مهم. كان هذا أمر واقع لدرجة أن الأعداد الكبيرة ديال البشر اللي خرجوا كيبكيو وخرجوا في الجنازة ديال الملك فجأات ودهشرات كما تنقولوا المعارضين ديالو، وكاع هادوك اللي كانوا كيتمناو زوال النظام في خطره. المغرب في التسعينات وبالخصوص في النصف الثاني ديالها كان بدا كيتبدل، ملي الحسن الثاني الله يرحمه عرف انه مريض ملي بقى في نيويورك عام 1995. كان حضر في شي قمه ديال الامم المتحده وما رجعش، حتى فاش بان المغاربه بان ليهم ضعاف كان بدا عليه المرض. المغاربه حسوا في ديك اللحظه انا باقي عاقل، كان في عمري 17 عام. قبل من ديك الوقيته وفي بدايه التسعينات كان الملك بدا كيقرب ليه المعارضه التاريخيه اللي كانت اساسا متكونه فيها ثلاثه الاحزاب: الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكيه. كان كيوجد الطريق للملك الجديد محمد السادس. وملي مات الملك عاش الملك الجديد، ومع الشهور الاولين ديال الحكم ديالو بداو المغاربه كيحسوا بالتغيير، وان الامور كتحسن على مستوى مؤشرات الخوف والقمع والارهاب المعنوي والجسدي للمغاربه ولاي شخص عنده راي مختلف. كان الملك الجديد بدا كينزل عند الناس، كيتخلط معاهم، كيتصور معاهم، وكتنشر الاخبار الرئيسيه عن المغاربه ولات اكثر مشاهده مما سبق، حيت المغاربه كانوا كل نهار كيبغيو يعرفوا شنو دار الملك اليوم. ما عمر المغاربه مثلا ينساو نهار الملك مشى للميناء ديال طنجة، وعلى غفله كيوقف على الطوموبيلات اللي واقفين شادين الصف باش يدوزو من الديوانه. كان لابس قميجه بيضاء نص كم ومرازي حسن مزيان، وعاشا كيوقف عليك في الطوموبيل كيسلم، انت كدور كتلقى الملك ديال البلاد واقف عليك. شي حاجه ما ولفوهاش المغاربه، حيت المغاربه ولفوا البروتوكول. كان الملك نقص البروتوكول، نقص بوسان اليدين، نقص الانحناء بزاف ديال الحوايج اللي كنا ولفناهم مع الحسن الثاني الله يرحمه. داكشي بقى كيتحيد بشويه بشويه. حتى الصحافه كانت بدات كتكتب في مواضيع ما عمر المغاربه تخيلوا انهم يقدروا يقراوها، وعلى راسها الحياه الخاصه الاسره الملكيه والحياه داخل القصور المملكه بصفه عامه، ومواضيع بزاف اخرى كان حتى صحفي ما كان كيملك الجرأة يقترب منها. الملك كان خدا واحد اللقب يعقلوا عليه الناس الجيل ديالي والناس اللي عاشوا ديك الفتره: ملك الفقراء. المعارضه التاريخيه كانت ولات
قريبة للحكم. فاش كنت جاي مع الاف بي اي في الطوموبيل من المحل ديال ديفيد للدار، كانوا سولوني على الملك الجديد، وسولني الشاف ديالهم على التحسينه ديالي، وملي قلت ليه انها بحال التحسينه ديال الملك هز راسو وضحك تبسم. وملي بغاو يدخلوا معايا في سلسله الاسئله الغريبه اللي قلت لكم في الحلقه اللي فاتت، كان الشاف اختار هاد النقطه بالذات باش يبدا منها. قال لي علاش داير التحسينه ديال الملك بحال ديال الملك؟ جاوبتو كاع داكشي اللي قلت لكم هادي شويه على بدايه العهد الجديد. قال لي وهذه ما توقعتهاش، كان بدايه اشياء اللي ما توقعتش. شنو رايك في المهدي بن بركه؟ قلت ليه شكون؟ قال لي مهدي بن بركه. والله الا تيهضر على المهدي بن بركه نيت كتعرفوا. اوكي. وما عنديش فيه راي، انسان ليه وعليه اللي عليه. ما عزيزش عليا نقدس الاشخاص، ولكن راه مزيان. وعبد الرحيم بوعبيد، ها عبد الرحيم بوعبيد، بوعبيد اوكي. ضحكت وزاد الاستغراب ديالي وقلت ليه لاحظ ان هاد الناس ما عشتهمش، ما كنعرفهمش الا من خلال داكشي اللي قريت على تاريخ المغرب الحديث. ولكن اللي كنعرف ان هاد السيد كان اكثر ليونه في معارضه النظام مقارنه بتيار الصقور اللي كان في احزاب الكتله، احزاب المعارضه. سكت شويه وقال لي الفقيه البصري والسرفاتي. صراحه لقيت صعوبه في الاول نعرفو كيهضر على الفقيه البصري، وكيما سمعت السرفاتي قرنته بالفقيه البصري، لان كنت ديك الوقيته قريت الزنزانه 10 ديال محمد الرئيس. فقيه بصري and سرفاتي. فقيه البصري قلت لي ما كنعرفش عليهم بزاف. هو يجي لي الواحد بوحدو، عبد السلام ياسين. شكون؟ عبد السلام ياسين. ما علاش حسيت براسي في برنامج ما رأيك في إعلام السياسة. ما علينا نجاوبه. عبد السلام ياسين رجل محترم له آراء لا أتفق معها بالضرورة، ولكنه أحيانا يتكلم بحق، وقوة جماعته لا يمكن الاستهانة بها في المغرب. هو يقاطعني. دابا انت ما كرهتيش ان المغرب يولي دولة إسلامية ويتم تطبيق الشريعة؟ سؤال كيبرزط. في ديك الفترة من حياتي كنت غقاري ما فاهمش بخصوص كل ما يتعلق بهذا الموضوع. كنت كنآمن بأن الشريعة الإسلامية هي اللي خصها تكون أساسا وأساس التشريع في المغرب، وأن المحرمات خصها تكون محرمات والحلال يترسخ كحلال. وأكيد كنت كنقلب على صيغة نعبر بها على هذه الأفكار بلا ما يرجعوا خوتنا الاف بي اي يسحب ليهم أني قاري في طورة بورة. كنت يلا كنجمع شتات الأفكار ديالي من اللي فاجأني الشاف بحركة من يديه في إشارة بلا ما تجاوب. شاف مكانتو ودار إشارة لخوتنا أنه جا الوقت باش نتحركو. كانت وصلت 12 وشي صريف. ما كرهتش نقول لهم جلسوا تشربوا كويس داتاي ولا تغداو معنا، جيتو ولكن يا ريت كانوا غاديين بيا معاهم. هزو الباسبور وديك الكريطينه اللي فيها كيلو لاروب ديال الكتابه وخرجنا لبوسط الدار. تما كانوا خوتنا الثلاثه الاخرين كيهضروا مع بشرى وهشام. كانوا جوج كيسولوا الاخت بشرى والاخ هشام، وديك الاف بي اي هي الثالثه كانت كتزمم اش كيقولوا، والهضره باينه دايره عليا، وهادشي اللي غنعرف التفاصيل ديالو من بعد. بشرى كانت زوينه بداك الشوميز دو نوي كحل، ولكن كنت كارهها لاني في ديك اللحظه وكل صراحه كنت حاس انها هي اللي بلغات الاف بي اي عليا، وقالت لهم اني مشكوك في علاقتي ب 11 سبتمبر انتقاما مني لواحد البلان كان وقع بيناتنا ملي كانت سالت علاقتنا في شهر 6 2001، 3 شهور قبل احداث 11 سبتمبر. ما تنساوش اني هنا كنهضر على بشرى اللي استقبلتني، ماشي بشرى اللي هاربه من راجلها واللي ليها غنرجعوا باش نشوفوا قضيه الزعامه ديالها
والمفاجاه اللي دارت ليا بانها قررت نتغداو اونصومبل في الدار عندي مادام ما كاين حتى واحد. ما تنساوش انا السيده مزوجه، ولكن شنو ندير؟ دخلت عليكم بالله وانا يلا وصفها لكم في بدايه الحلقه. المهم سيدي مشينا للدار 12 ونص تقريبا، ما كاملاش 50 متر بين محطه الطوبيس اللي نزلت فيها والعتبه ديال العماره الصغيره. طلعنا في الدروج، فتحنا الباب، قلبي كيضرب. شحال هادي ما عشت هاد الاحساس. الرذيله خايبه بنت الحرام، ولكن فيها واحد الاثاره. ما علينا. دخلت انا الاول، تبعتني هي وقفات حدا باب الكوزينه اللي كان ملاصق مع باب الشقه. دخل الشيطان وسديت الباب. ما تلاحيتش عليها بيان سور حيت ما سميتيش موكلي. شفت صاله مونجي المتواضعه اللي وسط الدار واللي حتى هي والله ما شريناها وبقاو عاقلين على هذا البلان. قالت لي يا كريم غا سير جلس. لا 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 بلاتي وريني فين كاين اتاي وفين كاين وانا نوقفها. لا بلاتي ما كاين لا اتاي لا والو، حيت اساسا ما عندناش براد. بقات كضحك قالت لي كاينه قهوه؟ قلت لها كاينه ولكن صايبي غير راسك، انا غناخد غا عصير راه في الثلاجه. واحد عصير ما عمري ننساه، صاني دي لايت سميتو. ضحكات وقالت لي صافي غا جلس غنكب لينا 2 كيسان د العصير انا ما بين نصايبو الغدا. قلت لها اوكي. شعلت التلفازه كاي مغربي اصيل، ولو اننا ما غنتفرجوش من طبيعه الحال، وبقيت كنتسنى حتى تجي، وحتى هي ما تعطلاتش. وعاوتاني طبقت القاعده الذهبيه ديال ان افضل وسيله باش تحصل على اجوبه صريحه وعفويه هي انك ما تطرحش اسئله مباشره عليها. يكفي نلوح شي فكره وزد دماغها قريبه من الموضوع وهكا نخليها تهدر. خليتها تجلسات وضربت الشغمه الاولى وعينيها كيدوروا في الدار والديكورات شبه المنعدمه اللي ما فيهاش. وسولتها خوك متاكده انه ما غيرجعش حتى الليل؟ و اسمع يا كريم، خليني نقول لك قصتي بعدا وانت تحكم. بعدا تيق بيا الا قلت لك انه البارح فاش جيت للمحل عندكم كنت يلاه تفك سراحي من الحبس ديال خويا من بعد مفاوضات طويله دارتها مرتو معاه عاد باش قنعاتو. قالت ليه راه الا بقيتي مزير على البنت بحال هكا تقدر تجبد عليها المشاكل مع السلطات وتقدر تهرب عاوتاني وما نعرف شنو. خويا من طبيعه الحال كان كيقول ليها حاجه وحده، وانا شنو ندير من اللي تصاحب مع شي واحد ولا تهرب مع شي حد لشي ولايه اخرى ويجي راجلها يهبط عليا هنايا وانا ما قادش عليه. كنت مركز معاها مزيان وانا كنحاول نفك هاد الحجايه. ما كرهتش نطلب منها تفسر، ولكن تفكرت انها غادا تكمل بوحدها وكل شي غيبان، وهادشي علاش بقيت ساكت. كملات هي الهضره. انا بنت الرباط كما سبق ليا وقلت لك. بنت الرباط قصه مع الرباط. الحمد لله. شوف كريم، راك شايف سيدي ربي عاطيني قدر من الزين الحمد لله. شديت الباك ومشيت لافاك باش نكمل قرايتي. امي وبا على قد الحال، وعندي 3 خوتي 2 منهم غا شادين حيوطه الله يطيحوا في راس الدرب، وهاد الثالث اللي شدات ليه القرعه ديال الميريكان وتزوج بنت خالتي اللي تكلفات بمصاريف الملف وصدقات ليهم. جاو لهنا هادي عامين تقريبا. كنت مره كنمشي للقهاوي الغاليين في الرباط مع واحد صاحبتي حتى تعرفت على واحد سعودي. هو في حقيقة أردني ولكن عنده الجنسية السعودية وكبر فيها، خانز فلوس ديال بصح، وعنده شي ريحة الشحمة في الشاقور مع الأسرة الحاكمة. كيمشي الميريكان بحال إلا حنا ملي كنمشيو نخيمو في مولاي بوسلهام كل صيف. تزعط فيا ديال بصح كريم، وانا دفعت كبير وطمعت بصراحة وبانوا لي الفلوس. هادشي في الأول، ولكن دازت ليام وتأكدت أن الدفع كبير ديالي كان بسبب النفور من الشكل ديالو.
كبير في العمر، ونيفو قد الوطن، وعينيه صوار، فمو زرق وخا ما كيكميش، منفر جنسيا. بدا الميزان كيميل نحو الرفض، بداو فلوسو كيبانو ليا ما يستاهلوش داك الكم من القرف والوسخ اللي غنحس بيه وانا معاه فوق الفراش. بديت كنتهرب منه، ولكن كان فات الفوت، حيت كان تعرف على دارنا وحل ليهم قلوبهم وعينيهم بكثرة الهدايا والعطايا، وعدهم انه يشري لهم فيلا كبيرة على البحر او حتى عمارة الى قبلت نتزوج به. وهنا دخلت العاطفة والفقر وبزاف ديال الحوايج اخرين خلاوني نقبل، خصوصا انه في ديك الفترة كان مطلق وما غندخل ضرع على حتى وحدة. عشت معاه عام ديال العذاب والقرف، فين ما ينعس معايا نوض نتقيا حاشاكم. كنا عايشين في الرياض، وما كان خصني الرياض في السعودية، وما كان خصني حتى خير من الناحية المادية. حتى دارنا كانت كتوصل لهم حصيصة ديالهم كل شهر. كنت صابرة غير حتى يدير لخوتي شي مشروع، ولا ناخد الفيزا ديال امريكا على ظهرو واللي كتكون فيها 10 سنين، وندخل معاه ونخرج 2 مرات ولا 3 باش ننفذ الخطة ديالي من بعد. هادشي اللي كان مصبرني. الشهر اللي فات، شهر 8 نهار 14، كان غيسافر هو يدير عمره، ومن تما يمشي للأردن يزور الأهل ديالو اللي ما شافهمش سنين. وانا حطيت الخطة ديالي مسبقا، قلت ليه حتى انا غنسافر للمغرب عند دارنا نشوفهم شي يامات، ومن بعد نمشي عند خويا الميريكان على ما بين ترجع. كان يفترض اننا ما نتشوفوش شهر ونص تقريبا، حيت حتى هو كانوا عنده اسفار كثيره مرتبطه بالخدمه من ورا ما يرجع من الاردن. كان كيبغيني نمشي معاه، ولكن انا كنت ديما كنلقى ليه السبه. تحملته حتى هنا عاد نتحملو لهيه ولهيه ولهيه. ما تعطلتش، كي مشى ليا غدا شديت الطياره الميريكان، وكان ديجا عندي ترخيص منه خاص منه بالسفر بدون محرم. راك عارف ديك الوقيته في السعوديه كيفاش. وصلت مالين الدار وخويا يماطلوه ديك السيمانه، لاني فعلا كنت عوال كي نوصل عند خويا نهرب لشي ولايه اخرى. ولكن ملي جيت تغيرت الخطط ديالي، فهمت انه صعيب نهرب من خويا. كان كيسد عليا الباب انا ومرتو حتى كيرجع، وكانت مرتو براسها عيات من هذا الوضع. وانا نبدل الخطه، درت راسي اني واخده فترة راحه منه، على ما بين يجي هنا ونتفاهم انا وياه على حل، ويا ريت يكون طلق. اقتنع خويا بهاد الهضره، وحتى دارنا اقتنعوا وسكتوا على الموضوع فين ما يتصل بيهم راجلي. انا في الداخل ديالي من داك الوقت وانا كنفكر كيفاش ممكن نهرب من خويا بالامكانيات اللي عندي قبل ما يسالي شهر 9 ونلقاه واقف فوق راسي باغي يرجعني للسعوديه. اسمح لي يا كريم طولت عليك، ولكن راه قلت لك كلشي دابا. في ديك اللحظه كنت كنفكر في واحد الاحتمال طاح لي في بالي لاول مره. ربما تكون تعرفت عليا اساسا وجات عندي للدار باش نكون نقطه الهروب ديالها، تختفي من خوها شي شويه. نيويورك كبيره، على ما بين تلقى شي لبناني مبوقس وعنده الصرف تعلق معاه شي قنت. فكرت حتى عييت وقلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وزيدوا نخلينا عايشين اللحظات بلا هلاوس ووساوس. ما عرفتش علاش حسيت براسي واحد اللحظه ما كرهتش نهزها ونهرب انا وياها لاوكلاهوما. في اوكلاهوما كنت كنعرف شي اصدقاء ريحه الشحمه في المعرفه، وهانيه كانوا غيستقبلونا في اطار مغربي وروح الوطن والانتماء وداك الشيء. ما عرفتش ما نقول ليها من غير فكرت وكنت كنهضر من نيتي. قلت ليها تهنى يا بشرى، اكيد غادي ندير شي حاجه باش نعاونك. مازال ما عارف شنو هي، ولكن اكيد غادي نعاونك. عزيز عليا نصايب الخطط، واصلا كيف ما نقدر نالف روايه راه نقدر نصايب لك شي خطه باش تهربي. وخا انا كنشوف الحل الامثل هو انك تقنعيه باش يطلقك. كنت صادق، بس بديت كنفكر كيفاش نطلقها منو نعيش انا وياها. كنت شابه افلام.
وخصوصا كنت كنتفرج في الهنود. قنيطرة المغرب كامل كان كيتفرج في الهنود في التسعينات. خوتي، هذا ما كان الحلقة الثامنة. نتلاقاو في الحلقة التاسعة نهار الحد. Peace and love, peace and Afro Greece. تهلاو.